بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاملين يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال يا رب. أخوكم أحمد يوسف الميكانيكي، طبعا أنتوا عارفيني. بلاش مية عادية. الفيديو ده أنا عامله، دي ترمبة مية. ترمبة مية. أول حاجة إنها بوشت. مش هنقول إنها ملهاش عمر أو لها عمر أو كده، بس المية العادية بتقلص عمر الحاجة، بالذات اللي هي شغالة على المية. دي عبارة عن ان الحشوة بتاعها والبلي بتاعها للمية طبعا بالطول معظمه مش كله، خلاص انتهى. فهي خلاص بوشت. اول حاجة قامت جاية قطع السير، يعني خلت السير نطر من عليها لنتيجة ان هي عمالة تروح وتيجي يمين وشمال. فصاحبها حتى فكر ان هو السير اتنطر، فلما كلمني في التليفون وانا قبل ما اروح له قلت له على فكرة ده سير اتنطر، يبقى اكيد في حاجة بليت شداد فرطت كده. انما قال لي لا، هي ما فيهاش اي حاجه، فيها السير. قلت له عامه هجي لك، بس لو فيها حاجه اكبر من السير مش هينفع نعملها في الشارع، لان طبعا زي ما انتم شايفين عشان نغير بس ترمبه الميه شوف حلينا كل حاجه. وطبعا لان الفريون كان مشحون فاضطرينا ان احنا بنحاول بقدر الامكان نحل الفريون ونركنه على جنب. دي ترمبه الميه طبعا، ونتيجه البوش بتاعها كانت هتاكل بقى في القعده بتاعتها والكلام ده كله. بص يعني لو تاخد بالك الحشو بتاعها اللي جوه طالع ده، الفايز بتاعها اللي هو الايه، الفتحه دي. برضه هوريكوا ازاي كانت بتجيب ميه. وبرضه هو يعني ممكن ايه يعني صاحبها ما خدش باله ان الميه عماله تنزل لانها ميه عاديه. بقى بصوا واخده واخده جنب المكنه كله، يعني بص صدى كله لانها ميه عاديه. التوعيه من الفيديو ده مش عشان حاجه، هو الفيديو عادي ليه ترومبه وباظت والكلام ده، بس التوعيه ده مكان السر. طبعا التوعيه ان انت في حاجه اسمها الغالي رخيص. الغالي رخيص ازاي؟ ان انت بدل ما تحط ميه عاديه، لا انا اجيب جيرك الميه مثلا موبل، او اللي احسن من موبل اللي هو ايسي ديلكو. حاجه بسم الله ما شاء الله، انا مش بعمل اعلان ليها ولا كده، بس زي ما انا كنت بحطها وانا في التوكيل. بسم الله ما شاء الله، ميه تحس انها زي الزيت، بس حاجه بسم الله ما شاء الله. باذن الله ومشيئه الله تطول في عمر الحاجه قوي. ودي طبعا الترومبه الجديده بعد ما ركبت ترومبه ماليزي، بسم الله ما شاء الله. ويا رب اكون فدتكم. والتوعيه من الفيديو ده كله ان انت بدل ما تحط ميه عاديه وتهلك حاجتك في اسرع وقت، لا، حط ميه المخصصه لتبريد المحرك. يا رب اكون فدتكم.